الجزائر ترفض وصول المنتخب المغربي إلى نهائي الكان، والمدرب المصري يتهم الكاف بالمؤامرة. السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. هنيئا للمنتخب الوطني المغربي، ألف مبروك، والحمد لله فزنا عن جدارة واستحقاق. ولكن كما قلت لكم فإن العقدة التي تبقى عند الجزائر ليست فقط إقصاءهم، ولا كون المنتخب المغربي مستمرا في رحلته ومسيرته، بل هناك إشكالية أخرى ستعمق الجراح وتزيد من تعميق العقدة. والعقدة هي أن المنتخب اللي أقساهم بإرادة الله عز وجل هو نفسه اللي لاعب المنتخب المغربي، فالمنتخب النيجيري أقساهم بكل أريحية وبكل سهولة، وبالنتيجة مستحقة جدا بشهادة المحللين الرياضيين. وأنا لم أتحدث كجمهور ولا أعطي رأيي الشخصي حتى لا يقال إننا ننحاز، بل أتحدث عن آراء المحللين الرياضيين دوليين الذين أجمعوا على أن حسن التحكيم، وأشادوا بأداء الحكم كما أشادت به الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وقد كان مرشحا لإدارة النهائي لو لم تتأهل السنغال، ولكنها تأهلت فلم يعد ذلك ممكنا. وعندما سدت أمامهم كل السبل، خرج بعض المحللين في الجزائر واعترفوا بأن لا فار ولا ضربة جزاء ولا شيء، وأنه يجب تقبل الهزيمة. والعقدة الحقيقية أن المنتخب الذي أقصاهم هو نفسه الذي لاعب المغرب، والمغرب ربح المباراة الحمد لله. والكل شاهد أن نيجيريا لعبت ضد المغرب بتكتيك قوي جدا، أقوى بكثير مما لعبت به ضد الجزائر، وهذا باعتراف مدربيها نفسه. قال صراحة إنهم لم يواجهوا صعوبات أمام الجزائر وربحوا بأريحية، وهذا أمر يجب أن يتقبل، فهذه هي كرة القدم، تربح أو تخسر. وفي المقابل رأينا كيف أشادت الوسائل الإعلامية الإفريقية والدولية بالمنتخب المغربي وبالمدرب وليد الركراكي وبالحارس ياسير بونو دون أن ننقص من دور أي لاعب آخر. ورغم ذلك أعلن التلفزيون الجزائري أنه لن ينقل المباراة النهائية، على الرغم من أنه اشترى حقوق البحث. وهنا نتساءل إلى أين وصلت هذه النرجسية وهذه العقدة؟ أصعب شيء وأخطر شيء هو أن نحب الإنسان نفسه بشكل مفرط ويظن أن العالم يدور حوله. ولذا أردد دائما المثل. وفي الأخير أقدم تحية خالصة لكل جماهير المغربية والأهل نتاعنا في أكادير وسوس على أخلاقهم ودعمهم، وأؤكد أننا لا نشجع إلا المنتخب الوطني المغربي. نبدأ على بركة الله في تحليل الموضوع. الفيديو ما تمشيو فيه بحال الطبع. إذا عجبكم لا فيديو خليو لي لايك وتعليقاتكم والاشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس باش كل نهار يوصلكم الجديد. نبداو بسم الله على بركة الله في النقطة الأولى. نبداو نهضروا على الجزائر وشنو كيتسناها دابا الانظار كلها متوجهه للجزائر، والوضع ديالها ماشي سهل نهائيا من بعد ما طرف ماتش الجزائر ونيجيريا، ومن بعد التشكيك المباشر في قرارات الحكام والتصعيد الاعلامي والخروج بتصريحات قاصحه كيتمس سمعه التحكيم والكاف. الكاف دابا ولات كتراقب الملف ديال الجزائر بدقه اللي هي كبيره. زيد على هذا الشيء الاتحاد الجزائري مشى للفيفا قبل ما يستنى القرار الكاف، وهذا التصرف ما كيعجبش الكاف نهائيا، حيت الكاف كتشوف فيه تجاوز وتقليل من الاختصاص ديالها. والخطير في الموضوع هو ان الكاف خرجات وكدات باللي القرارات الحكام كانت صحيحه وما كان حتى شي خطا تحكيمي يستاهل هذا التصعيد، وهذا الشيء كيزيد يعقد الموقف ديال الجزائر. علاش قلنا باللي الجزائر كتسناها كارثه؟ حيت العقوبه تقدر تكون غرامات ماليه قاصحه او ايقاف المسؤولين، وحتى عقوبات رياضيه كتمس المنتخب نفسه. والكاف بانت دابا عازمه بصفه نهائيه، اللي ما احترمش المؤسسات غادي يتحاسب شنو ما كان. وهذا القرار ديال الكاف ما جاش صدفه، جاء من بعد سنين ديال التساهل، ودابا بغات ترجع الهبه ديالها وتفرض الانضباط على الجميع بلا استثناء. أولى العقوبات خرجات والكاف بدات بلا هضره كثيره،
دابا ما بقاش غير الهضره وما بقاتش غير التهديدات. الكاف دارت الفعل وخرجات باولى العقوبات الرسميه، والبدايه كانت مع اسم كبير. الاسم ماشي سهل، صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني. الكاف عاقبات ايتو ايقاف 4 ديال الماتشات وغرامه ماليه قدرها 20,000 دولار، وهذا الشيء كله بسبب التصرفات ديالو في ماتش المغرب والكاميرون. تصرفات ما كانش فيها لا احترام لا للحكام ولا للتنظيم ولا للكاف نفسها. المهم الكاف بهذا القرار بغات توصل واحد الرساله واضحه للجميع، ما بقاتش السيبه واللي غلط خاصو يتحاسب، حيت ايتو ماشي شي لاعب اللي عادي وماشي شي مسؤول اللي صغير، راه اسطوره كرويه ورئيس اتحاد ومع ذلك تعاقب. وهذا الشيء كيعني حاجه وحده، الكاف دخلات في زمن الحزم وما غاديش تستاهل مع حتى شي حد. زيد على هذا الشيء، هاد العقوبه ما جاتش بوحدها، راها اشاره اولى ومازال اللي جا اقصى على اي شخص وعلى اي اتحاد كيحاول يضغط او يشكك او يضرب في هيبه الكاف. وبصراحه هذا القرار خلى بزاف ديال الناس يفهموا باللي المرحله تبدلات، القوانين ولاو كيطبقوا، والكاف بغات ترجع الاحترام ديالها بالفعل ماشي بالكلام. ندوزو للنقطه الثالثه اللي هي تصريح حسام حسن، هضره خايبه وفوقت خايب. بعد الاقصاء ديال المنتخب المصري خرج حسام حسن بتصريحات وما كانش خاصها تخرج نهائيا، لا في داك الوقت ولا بهذيك الطريقه. حسام حسن بدل ما كيتحمل المسؤوليه ويعترف بالخطا ويقول باللي المنتخب ما كانش في المستوى، فضل يقلب على اعذار خارجيه، وبدل ما يهضر على الاداء الضعيف، الاختيارات التقنيه، الاخطاء الدفاعيه ونقص التركيز، مشى يهضر على الجمهور والتنظيم وحتى الاجواء البلد المنظم. وهذا الشيء كله تفهم عند بزاف ديال الناس على انه هروب من المسؤوليه وماشي تصرف ديال مدرب كبير. المغرب اللي نظم البطوله وفتح بلاده للجميع وفر شروط تنظيم مثاليه ما يستاهلش يتذكر في هذا السياق. والاهم من هذا الشيء، بزاف ديال المصريين نفسهم ما عجبهمش التصريح ديال حسام حسن، خرجوا في وسائل التواصل الاجتماعي وقالوا بوضوح الخساره ماشي غلط المغرب وماشي غلط الجمهور، الخساره غلط التخطيط والاداء. وهذا الرد ديال الفعل كيتبين باللي تصريح حسام حسن ما كيمثلش الشعب المصري وما كيعكسش الراي العام ديال مصر. المدرب اللي كيحترم راسو كيحترم الكره كيعرف باللي الفوتبول فيها ربح وخساره، واللي خسر خصو يتعلم وماشي يتهم. بصراحه هذا التصريح هذا اكثر ضرر لحسام حسن مما دار، مهم اكثر ضرر بالنسبه ليه ونقص من صورته كمدرب قدام الجمهور العربي والافريقي. خلاصه وشنو تعلمنا من هذا الكان؟ في الاخير خاصنا نقولوها بوضوح، كاس افريقيا ديال المغرب 2025 ما كانش غير بطوله كرويه، راه كانت رساله كبيره للجميع، رساله اللي قالت باللي المغرب قادر ينظم، المغرب قادر ينجح، المغرب قادر يفرض راسه بالعمل وماشي بالهضره. المغرب ربح الرهان، نجح في التنظيم، نجح في الامن، نجح في الاستقبال، ونجح حتى في التعامل مع الضغوطات والاستفزازات. والمهم المغرب بين باللي ما كي يحتاج يرد بالكلام، حيت الرد ديالو كيكون ديما في الميدان. في هذا الكان شفنا منتخب مغربي منضبط، شفنا لاعيبه كيتقاتلوا على القميص، شفنا الجمهور كيشجع بروح رياضيه. وفي المقابل شفنا بعض الأطراف كيقلبوا على الأعذار وكيحاولوا يغطيو على الفشل ديالهم بالتشكيك والاتهامات. وهنا بان الفرق، بلاد خدامة وواثقة في راسها وبلاد غارقة في الضجيج والفوضى. الكاف نفسها في هذه البطولة بدات تراجع راسها وتفهم باللي التساهل الزايد وصل الكرة الإفريقية لبزاف ديال المشاكل، وعلى هذا الأساس بدات العقوبات، تفرضت القوانين وتراجعات شويه ديال الهيبه. وهذا الشيء راه في مصلحه الكره الافريقيه كلها وماشي غير في مصلحه شي بلاد وحده. الخلاصه ديال الهضره، اللي خدم راه ربح، واللي تساهل خسر، واللي ما احترمش تعاقب. والمغرب ماشي في الطريق نتاعو، راسو مرفوع وعينيه للقدام حيت ببساطه المغرب ما كيطلبش الاحترام، المغرب كيفرضه. نتمنى يكون عجبكم لا فيديو وكملتوه حتى التالي. ما تنساونيش من اللايك ومن البارطاج لا فيديو والاشتراك في القناه.
دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى فيديو جاي إن شاء الله، مع السلامة.